أغاني عبد الحليم الوطنية كلها جميلة وكلنا بنحبها جدا. النهاردة برضو هتكلم على أغنية بتحكي تاريخ مصر كله، يعني المفروض تدرس في حصص التاريخ، لكن الأغنية دي مش بتتذاع كتير. السبب إن فيها جملة وقتها، يعني وقت الأغنية دي ما اتعملت اتمنعت الأغنية بسبب الجملة دي. ايه هي الأغنية وهي الجملة؟ ده اللي هنتكلم عليه النهارده في الفيديو. بس قبل ما نبدأ الفيديو نسمي الله ونصلي على رسول الله. معاكم أمل في أعز الناس، ويلا بينا على الفيديو. أغاني عبد الحليم الوطنية أنا عن نفسي بحبها جدا جدا، وكل اللي بيحب عبد الحليم بيحب الأغاني الوطنية بالظبط زي الأغاني العاطفية، وأنا اتكلمت عن الموضوع ده في فيديو مخصص. ولكن في أغاني ما قلتش أساميها بالظبط، زي أغنية مطالب شعب والمسؤولية. كل دي أغاني فوق الرائعة، جميلة جدا وفيها جمل بتتقال جميلة قوي. وكمان أغنية ابنك يقول لك يا بطل، أغنية جميلة جدا. ابنك يقول لك يا بطل هاتلي نهار، ابنك يقول لك يا بطل هاتلي انتصار. والآن الأغاني دي ليها وقتها وليها تاريخها في الوقت اللي فات، مش بتذاع كتيرة في التلفزيون المصري عندنا، ولكن أغنية ذكريات رجعتني الذكريات للي فات من حكاية لحكاية، كلها تاريخ مصر. الأغنية رائعة، يعني لو في كلمة أكبر من رائعة جميلة ممتازة هي فعلا تخص أغنية ذكريات. فكرتني بالطفولة اللي كان وقت الطفولة. الأغنية بتحكي تاريخ مصر من أول الإنجليز لما كانوا محتلين مصر، قد إيه الأطفال الصغيرة مش قادرة تلعب في بلدها. وده حكته الأغنية لما عبد الحليم قال كنا أطفال وبنلعب بالطيارات، وطيارتنا مع الولاد الإنجليز شبكت فمسكنا بعض وضربنا بعض. طبعا رحنا الاسم بتاعنا اللي المفروض إن هو عربي. شلة من أولاد هناك إنجليز من سننا بيطيروا هما كمان طيرتهم زينا. وطبعا الاسم عشان الانجليز محتلين، اللي ماسكينه هم الانجليز، والعرب ما لهمش اي سلطة في الوقت ده. التقينا في اسمنا اللي اسمه عربي، الشاويش راجل أوروبي. حتى اسامي الشوارع، حتى اسامي المصانع كلها بالانجليزي، وده كله برضو في سياق الاغنية الجميلة الرائعة ذكريات. حتى أسماء الشوارع والمصانع كلها قدام عيني أجنبية. طريقة سرد ان الطيارات شبكت في بعض كانت جميلة جدا، عجبتني قوي. طبعا اكيد كل واحد بيسمع اغنية اول مرة بتتعلم معاه، فانا عجبتني جدا وقعدت منتبهة كده عشان اعرف ايه اللي حصل لما طيارة الولاد الاجانب شبكت في طيارة المصريين ومسكوا بقى بعض وضربوا بعض، وبدأت القصة في سياق الاغنية. هادي الخواجات بالضرب هاد فينا، ضربناهم برجلينا وايدينا وانتهينا. وطبعا لانهم انجليز وعندهم طبعا ان ازاي بقى اولاد مصريين يضربوا اولاد اجانب، خدوهم وجرجروهم على الاسم، وطبعا زعقوا لهم. وواحد اجنبي كمان قال له Egyptians, how dare you beat them? Don't you know them? دول حماية زي ما سمعتوا كده عبد الحليم قالها بالانجليزي. وبدأ يحكي عبد الحليم قد ايه الطفل الصغير حس بالغربة في بلده اللي هي المفروض بلده، مش بلد الانجليز اللي هم محتلينها الاحتلال البشع ده. تحسس اني انا واهلي الاجانب. وقعد بقى في الاغنية طبعا بيبين قد ايه هم متضايقين، هو احنا في بلدنا ولا فين بالظبط. وطبعا هو عشان صغير في الاغنية بيقول ان هو بدأ عايز
إجابة للسؤال اللي محيره، فعرف إن ده الاحتلال، وقال الجملة اللي منعت الأغنية دي وقتها إنها تتذاع، اللي هي أنا شفت العلم البريطاني بيدنس نسمة أوطاني. أنا شفت العلم البريطاني بيدنس نسمة أوطاني، منظر حصرني وبكاني. ده في لقاءات كتيرة جدا سمعت ان هما بيقولوا ان الاغنية دي بالذات اتمنعت علشان الجملة دي. وبعد كده بيحكي قد ايه الناس متضايقة ومستاءة من الاحتلال، وان البلد مش بلد. الاحتلال بدأ يحكي في الخيانة اللي حصلت مع الأسلحة الفاسدة، وبدأ يقول إن مصر دخلت لها أسلحة فاسدة عملت مشكلة كبيرة جدا في الجيش، وأدت طبعا للخسارة الفظيعة اللي حصلت، وده بسبب الخيانة. أسلحة فاسدانة وخسرانة غشنا حكامنا ودسوها بسبب الخيانة من الملوك والرؤساء والغش والخداع اللي حصل. وبعد كده بدأ إنه يحكي حريق القاهرة والنار اللي قامت في كل القاهرة. القاهرة الساحرة الزاد والنيران. وبعد كده قال بقى على ان الثورة بقى قامت ووطننا رجع لنا تاني بعد ما قامت ثورة 52. وصحيت على ثورة بترج الدنيا، ولقيت أوطاني حكمة في ايديا، وجمال قدامي بينادي عليا. بسبب الضباط الأحرار، وطبعا القائد بتاعهم جمال عبد الناصر وقتها، وهي اللي حررت مصر من الإنجليز. كنت في صمتك مرغم، كنت في حبك مكره، والله زمن يا سلاحي اشتقت لك في كفاحي. وقد ايه مصر اتحررت على يد الضباط الاحرار وعلى راسهم جمال عبد الناصر. والاغنيه بقى زي ما انتوا سمعتوا كده بتسرد القصه حلو قوي قوي. يعني لو انت بتذاكر لابنك او انت بتذاكر لابنك درس تاريخ عن الاحتلال الانجليزي لحد ما وصلنا للثوره، ممكن تسمعوهم اغنيه ذكريات تحكي الواقع الاليم ده وقت الاحتلال. وبدأت بقى الأغاني الوطنية بعد كده بفرحة الثورة 52. وعبد الحليم كان بيحكي وبيتكلم بكل قوته، لأن عبد الحليم عنده وطنية فظيعة. عبد الحليم بيحب مصر جدا، بيبان في قد ايه هو بيغني الأغاني الوطنية، قد ايه حبه بيبان. حلوين قوي كده وحياة ربي يا حبايبي بقولها من قلبي، قوته وحماسه وبيغني الأغنية الوطنية، قد ايه هو بيحب مصر وحببنا فيها، وكان بيحارب مع الجنود عن طريق الأغاني بتاعته. سكتنا خلاص في ايدنا وخلاص متشمرين، وحزين ياللي تعاندنا بتعاند جبارين. صراحة بكل حماس بيغني عبد الحليم بكل حماس. حتى أغنية فدائي اللي فيها موت، لو أموت هموت، وبيغنيها برضو بكل حب. يعني لو أي جندي هيتحمس فعلا الأغاني الجميلة دي. مسؤولية عزيزة عليا، معزة الروح والحرية. ربنا يرحمه يا رب رحمة واسعة. وأتمنى يكون الفيديو عجبكم، وما تكونوش نسيتوا تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان نكبر قناة أعز الناس اللي هي بتضم كل نجوم الزمن الجميل. وشكرا جدا على المتابعة الجميلة، وانتظروني في فيديو جديد يكون أجمل بإذن الله. احلف بكل بطل في عمل، بالفلاحين بالعمال بالفن اللي بيدينا أمل.